انا عندي مثل طبعا خاص حقي انا، بقول ان الزول بيعرس عمايله وبيلد ذنوبه. يعني انت عرست دي عمايلك، شوفها كويسه بتجيب حاجه كويسه، عمايلك كعبه بتجيب حاجه زي وشك. ذنوبك دي طبعا ده اللي بتلقاه، يعني بتلد. يعني انا ولدت ذنوبي حقيقه، ذنوبي عندي اولاد كويسين جدا وبنات كويسين جدا، الا الاخيره دي القفله دي اللي هي اخر طلقه دي اسمها ميار. يا اخي ده موضوع، يا اخي ده عمايلك فعلا في الدنيا، يعني ربنا شنو بينتقم منك. و زي الجنجبيل دي. المهم، فهنا في كانت طبعا ممنوع الجلد، يعني المفروض تضربها لانه مورين له من الروضه انه لو ابوك جلدك ولا امك جلدك طوال ضرب 911 دي. انا 911 دي بقيت بكرهها عديل كده، يعني 9 دي شو الرقم ده بقيت ما بريده. لكن المهم، فمن الصباح زهقتني لك كنت اضربها الليله يسجنوني يعمل لي هات، لكن ما ما طاوعني قلبي. قلت بكتب لها شنو؟ لا من يوم ارجع السودان بسدها فيها. لكن شنو الخواجات دي بالمناسبه ذاتهم هم عملوا القانون ده لكن زعلوا عليه، يعني شنو؟ يعني هم دارين يجلدوا يشوفوا عدل لكن ما لاقين طريقه، وخلاص القانون بقى فبيتفشوا في النسوان. عشان كده في اللي بيقولوا شنو العنف ضد المراه ده هنا تقيل كثير. احنا هناك في السودان ما عندنا لانه شنو بيتفشوا بالطلاق، زي ما قال الحاج متذكر، زي ملصقه النعال تطلقها والموضوع انتهى. لكن هنا ما في طريقه، هنا في رقبتك هنا، عشان كده بيدقوين. فالعنف ضد المراه هنا في كل الدول الغرب كثير جدا. المهم، الموضوع ده ذكرني لك 4 جلدات في حياتي. يعني شنو مو يعني ابد تتنسي لي كله يعني انا كل عمري ده ال4 جلدات دي، 3 من ابوي واحده من امي. هحكي لكم ال4 جلدات سريعات كده وامشي. طبعا اشلاق البوليس ده عالم. اشلاق البوليس ده السودان. اشلاق البوليس ده اللي هو لام كل القبائل، يعني البيوت جارك بياي محسي وبياي دونجلاو وبورا شايقي وقدامك جعلي وجنوبي والله كان عندنا جنوبي جارنا ضابط. الضابط ده اقسم بالله العظيم كانوا عرسه 14 جنوبيه، والد منهم 56 شافع. الزول ده اللي دريت له ربطه تشوفها بالدلاجين بالالوان، يعني الخضراء بيتنجوك، الشريط الاحمر بيتناس فرفور كده. فموضوع يعني الاشلاك. فابوي كان يعني قال لي يا اخي شوف، اولاد الاشلاك دي لانه هم ذاتهم بطبيعتهم كده بيستغلوا السلطه حقت ابائهم في حياه تانية. يعني اوريك مثلا مثال، نحن كنا كاولاد اشلاك زمان سنار دي بيجيبوا فيها البطيخ الكبار الروسمان. الناس اللي ما بيذكرها الروسمان البطيخ ده طويل كده اخضر جميل بيزرعوه في الجروف في سنار والمناطق الجنبه وحاجه زي دي، يقوم بيلموه بيحطوه في القطر، عربيه قطر كامله كده او عربيتين مليانات بطيخ جايات من الخرطوم. فبيقوموا ينتظروا القطر الجاي من كسله من بورسودان من اقصد من القبارف من السوق من اي محل اللي جاي بسنار، بيقوموا بيربطوا فيه العربات دي ويمشي خرطوم. اولاد الاشلاك بحكم انهم بيستغلوا السلطه حقت الاباء كده، اولاد اشلاك بيقوموا يمشوا المحطه، بيقوموا يفتحوا واحده من الابواب بتاعت العربيه دي، بينزلوا بطيختين 3 بطيخات كبار يكسروين قبل هناك، بياكلوا القلب بس القلب ويمشوا. الباقي بخلوه لاولاد السكه حديد، لانه شنو؟ السكه حديد مساكين ما عندهم السلطه انهم يمشوا يفتحوا العربات عشان ياكلوا البطيخ. فشنو زي الاسد بياكلوا القلب وبخلوا الباقي لشنو؟ لبقيه عائله الغابه. المهم، دي واحده من سلطات اولاد الاشلاك. يعني هسه عشان كده بقول لك اولاد الاشلاك وغنم الاشلاك ما تسالهم. الغنم برضه الغنم، لانه طبعا غنم زمان الغنم اللي بيكون ماشي في الشارع بياكل شنو بيقوم بيسوقون بدون الزريبه، حي اللي اسمه الزريبه. هلا ده طبعا ده انا بقول لكم في حكاوي، في ناس كتار جدا ما عارفين الحاجه دي، لكن دفعتي كده وورا دفعتي شويه كده بكونوا عارفين الحاجه دي كده. فبدوا الغنم الزريبه بتمشي هناك بتدفع قروش وكده، يعني زي العربيه وقفت في الباركنج غلط، جسوا على ناس الحركه تمشي تدفع عشان يدوك العربيه. فكان شنو؟ غنم الاشلاك ما بيزل بيشبشن، يقول لك دي الغنم الاشلاك يا زول، دي الغنم الاشلاك اللي شنو بتاعت البوليس. فبياكلن محلرات ياكلن ورق، يعني قش برسيم زهور اي حاجه بياكلوها غنم الاشلاك وبيمشوا عادي. وبعدين هنا عارفات تروح غنم الاشلاك بتضرعن كده تلقاهم معاهم تيس اصلي كده، هو الحرس الغايد بتاع الغنم، بياكلوا محضرين ياكلوا وبيمشوا. فما ما بيزعلوا. ورا كده بحكي لكم بتاعت كسله لكن خلوها. المهم، فابوي يا اخي مورعني لك من قال لي اولاد الاشلاك ديل اولاد بيعملوا حياتنا كويسه، في انت تشوف اصحابك الكويسين امشي معاهم.
الزمن ده كان الاشلاك ده ناس ما كنت كبير، يعني كنت بتاع انا دخلت سنه اولى انا في الاشلاك، سنه ثانيه في الاشلاك، سنه ثالثه ابوي ادونا معاش ورقنا من الاشلاك مشينا حينقلع في سنار. من القلعه جينا المزاد وقعدنا في المزاد لحد ما طلعنا من سنار. فالمهم انا بحكم اني يعني برضه طفل يعني بكون داير العب وبتاع. فمره ما حكيتها انا برضه هاي حكيتها في واحد من اللايفات دي. مره مشينا المستشفى بتاع سنار. مستشفى سنار ده كان الزمن ذاك مبني بالكرانك بالقش، يعني العنابر دي قش كلها. الزمن ذاك ما كان يتبنى بالطوب ولا حاجه زي كده. بعدين سنار فيها خريف ثقيل، يعني خريف بيقوم قش رهيب. فنهايه الخريف كده القش بيكون ناشف كده. فانا مشيت معاهم وانا على حكم انا صغير ومسكين وبتاع. ادوني كبريت قال لي ولع يا اخي في القش ده. انا قلت هذا فعل خير يعني شو؟ ولعت الكبريت. مسك لك في القش ومشي على وين؟ على العنابر. يا زول الناس دي جهجه والكواريك والمطافي والحقوا يجيبوا، والعيانين يطفوا، والنسوان الوالدات يطفن، والممرضين يطفوا، والغفر يطفوا. يا زول انا كنت جاري طبعا من خوفتي طوالي مشيت لاوي. قلت له انا حركت المستشفى. يا زول حركت المستشفى هاي اركب. ركبنا العجله، انا راكب بورا وماشي وساكت ساي، وانا عارف الليله يعني دي جلده بنت كلب. المهم مشينا وصلنا محل الحريق. جينا خلاص الحريق بدات شنو خلاص يعني الناس وسويت قال وين مدير المستشفى؟ قال له هذاك مدير المستشفى. مشينا نسلم على مدير المستشفى. قال ده الولد اللي حرق المستشفى. راي طيب كده عليه كده وشاف. قال لي انت منو؟ قال لي انا ابوه. قلت شنو؟ قال لي انا مباشر هنا في البوليس وانا جاي مش لاقي البوليس. اولاد الاشلاك هم اللي ادوه الكبريت فحرق القشطه. الراي لطيف كده المدير. قال لي يا اخي ما خلاص هم شفعوا والحمد لله ذاته انتبهوا لنا من الجيش ده كنا دايرين نقطعه ولحقناه يعني قبل ما تصل العنابر وكده. لكن طبعا الموضوع عندي بنتهى. سابوني لك البيت. انا اول مره اكتشف يعني شنو يعني البوليس ممكن يجي يدك كيف. يعني ابوي ده قلب العنقريب كويس، خلى الكراعي اللي فوق، ربط لي يد في كراع ويد في كراع وكراع في كراع وكراع في كراع وجاب صوت علي صوت علي صوت علي بدق الجمال والبقر وكل الحيوانات الاليفه. جلدني ليك انا لحد ما غمرتها. امي خشت في الموضوع ده جلد ليك معاي. المهم لحد ما خشوا الجيران والموضوع ذاك وراني لك. قال لي اوعك تاني انا اشوفك ماشي على ولد الاشلاك. مره سافر في حي اسمه النجاط، سافر برا وجا راجع يوم العصر كده ما عارف، كنت بلعب مع ولد الاشلاك في كوره. الجلدة الحمد لله. دي الجلده الثانيه. الجلده الثالثه دي يا اخي لذيذه. يعني مشينا كله اجازه بنمشي رفاعه اللي انا اصحاب اختي هناك وخالتي واولاد خالتي وبتاع. فمشينا رفاعه. بعدين احنا طبعا في جنوب في الخريف ما الخريف عيد الفطر بدوك بيشتروا لك بنطلون وقميص او رده وقميص وكده ومعاهم جزمه. بيقول لك تعيد بين وبلموين عشان تعيد بين في عيد الضحيه. المهم احنا مشينا عيد الضحيه لا مشينا عيد الفطر واللي هو فيه العيد بهدوم جديده ولذيذه وكده. فانا وانت قلت لهم داري مش الحساسه. فعشان شنو؟ من رفاعه دائما الناس بيمشوا يتفسحوا في الحصحيصه. انا صغير يعني ما الفسحه بتاعت الناس كبار ديك يعني انا. المهم مشيت يا زول الحصحيصه من امتى من البنطون. الناس اللي بيعرفوا المنطقه ديك في زي ممشى كده بيوديك للسوق من البنطون. فانا مشيت ماشي الممشى ده. الممشى ده بيجي ماري تحت سكه حديد، يعني الناس بيجي ماري القطر بيجي ماري فوق كده. فاللحظه ديك في قطر جاي. انا قلت يا اخي انا ما اشوف القطر ده من تحت ولابس هدوم جديده ولذيذه. وبعدين شنو بتذكروا لاسي قميص ابيض وتريفيرا وذاك كريمبلين ابيض وجزم ابيض. انا كنت مورد. وقفت تحت السكه حديد القطر جا. الزول ده تو شافني بس لحظه شفت قصادي فك الزيت. جاني لك زيت حار في عيوني في وشي فسخني لك وبقيت كوريك ولا ما قادر اشوف. المهم حسيت بيني وبين مسكني كده وشاني دخلني جوا المويه ومرقني من المويه. ورقت من المويه وبفتش عين يعني لقيت روحي انا ما عميت يعني اي بعين. لكن كان الزول دخلني في بلاعه ومرقني من البلاعه دي. كان المهم ادوني هدوم وشلت هدومي ديك ومشيت البيت. جلدت الحمد لله. الجلده برضه كانت كلب لانه دي هدوم العيد بتاع الضحيه. اما اخر جلده بتاعت امي دي لذيذه. لكن بحكي لكم في الحلقه الجايه لانه عملتها 10 دقائق. تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس النار. السلام عليكم.